أحبابي، لو قيل لأحدنا أن هذا العام الجديد، الله يمد في أعماركم على الطاعة، هو آخر عام لك، لتغير ورده ولا لا، وتغير ذكره، ولا ختم القرآن في كل 3 مرة، ولا أطال السجود والقيام، ولا ذكر الرحمن. بعضنا ليس في ورده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. يبتعد الشيطان عنك، ولا يكون على الأرض رجل خير من عمل عملا من الذكر خيرا من عملك إلا رجل فعل فعلك. وأيضا ورد في فضلها أنك تكون كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لماذا لا تجعلها في وردك؟ سبحان الله وبحمده 100 مرة تمحو الخطايا ولو بلغت عنان السماء. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تغرس لك في الجنة نخلة. بل هي الكلمتان اللتان يحبها الرحمن، ثقيلتان حبيبتان إليه جل وعلا. سبح الله أفضل الكلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد ورد أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أذكار كثيرة وغراس الجنة. ولذلك أيها الحبيب ضع لك ورد يدل على تعلقك بذكر الرحمن حتى تطمئن نفسك.